السلام عليكم. خلاص كأس العالم بيروح، كأس العالم بيخلص، البطولة الأقوى في العالم في تاريخ كرة القدم، وخاصة النسخة بتاعت قطر 2022. خلاص النهارده كان اليوم قبل الأخير، بكرة النهائي بين فرنسا والأرجنتين. النهارده اتلعب مباراة الثالث والرابع بين منتخبنا الكبير، منتخبنا اللي مشرفنا، المنتخب المغربي وكمان المنتخب الكرواتي. للأسف فازت كرواتيا 2-1 وحصلت على المركز الثالث، ولكن بكل شرف نقدر نقول وبنفس مفتوحة واحنا مبسوطين، مبروك كمان المغرب المركز الرابع. عاوز تعرف ايه اللي حصل النهارده فنيا وكل تفاصيل المباراة؟ طبعا هحكي لك. اربط حزامك وشاك وقهوتك وحصلني. اللي حصل النهارده في المباراه ان كرواتيا فازت 2-1 في مباراه كانت بمنتهى الامانه قويه جدا، يعني بالنسبه للمنتخب الكرواتي، وكان في ملاحظات كتير جدا على المنتخب المغربي. المنتخب الكرواتي زلاتكو داليتش ده، الراجل ده بدأ طبعا زي ما احنا متفقين بكل العصابه بتاعته، منتخب متمرس، منتخب قوي. النسخه الهجوميه بتاعه كرواتيا يا جدعان منتخب قوي بمنتهى الامانه. عندهم نص ملعب قوي جدا، يعني شرس، بيلعبوا كوره، بيعرفوا يطوروا، عندهم استحواذ، عندهم مودريتش، الحلاوه، الفاكهه بتاعتهم. بوليزيتش بيعرف يفوت وبيعرف يقف على الكوره. كوفازيتش كمان من اللعيبه اللي بتديك الاستحواذ بشكل غير طبيعي، وكمان معاهم حارس مرمى قوي جدا، وفي الامام كراميتش اللي ما بيتعبش من الضغط على الخصم. عشان كده النسخه بتاعتهم قويه. طيب قوتهم كمان النهارده، مدرب ذكي جدا، مدرب قوي، مدرب زي ما قلنا متمرس، صايع كوره زي ما بيقولوا. لعب النهارده ب 3-5-2، قفل نص الملعب، عمل حيطه في نص الملعب، ولكن هو متحرر. ليه بقى متحرر؟ هو نسي الهزيمه بتاعت الارجنتين، نسيها بسرعه. هم منتخب بارد، هم ناس بارده، عندهم برود اعصاب غير طبيعيه، الطموح بتاعهم يعلى يوطى. خلاص انا خسرت من الارجنتين، بفكر في المغرب. عكس المنتخب بتاعنا، احنا الطموح بتاعنا لامس السما. خلاص احنا بندور هنلاعب مين في النهائي. كسبنا فرنسا اصلا وخلاص بنلعب النهائي، هنشوف بقى هنلاعب كرواتيا في النهائي ولا هنلاعب الارجنتين. فجاه المنتخب بتاعنا، المنتخب القوي، المنتخب اللي شرفنا، المنتخب المغربي، فجاه الهزيمه بتاعت فرنسا اثرت فيه قوي، وده واضح النهارده. الطموح في بعض اوقات المباراه ما كانش واضح، اللعيبه فيه اخطاء كتير، مش نفس التمركز بتاع المغرب، مش نفس الحميه والضغطه اللي انا عاوز اكسب. اه صح، يعني احنا بعد ما هم جابوا فينا جون حلو قوي وملعوب قوي من ضربه ثابته، احنا قبل ما هم ينظموا الصفوف ويقفوا على رجلهم احنا اتعادلنا. بس للاسف ما زال عندنا نفس الاخطاء. ولكن بمنتهى الامانه، يعني اللي عمله منتخب المغرب لا شرف، اللي عمله منتخب المغرب قوه، اللي عمله منتخب المغرب سقف طموحنا بسببهم عالي. منتخب قوي، منتخب العناصر بتاعته غير طبيعيه، منتخب محترف، ولكن حاجات برضو خارجه عن ارادتنا بمنتهى الامان. يعني وليد الركراكي النهارده لعب 4-3-3، وبعد كده 4-1-4-1، وبعد كده 3-5-2، غصب عنه عاوز يعمل اي مرونه تكتيكيه، عاوز يدخل في المباراه، عنده اصابات، عنده اجهاد، عنده ناس، يعني نص الملعب النهارده كان عنده مشاكل. ليه؟ عشان خط الظهر بتاعك كل الاساسيين مصابين، ده حتى الاحتياطي بتاعك نزل واتصاب. عندك مزراوي مصاب، عندك النهارده حتى مرابط غصب عنه لان هو مشتت بين نص الملعب وان هو يدافع، لدرجه ان هو في اخر جزء في المباراه رجع عشان يبقى مساك تاني. فلا، مشاكل غصب عنه. حتى التغييرات تغييرات مش تكتيكيه، تغييرات لا اراديه غصب عني. بحاول الصم، بحاول يعني انقذ ما يمكن انقاذه، ولكن انت بتتكلم ان انت رابع عالم، بتتكلم ان انت رابع عالم وما كنتش بتلاعب منتخب ضعيف. اوعى تفكر ان انت كنت بتلاعب منتخب ضعيف. منتخب كرواتيا يعني وصيف النسخه اللي فاتت، وفي نفس الوقت يعني ثالث عالم، عنده اعظم اللعيبه بيلعبوا في ريال مدريد، بيلعبوا في تشيلسي، بيلعبوا في باريس، بيلعبوا في بايرن ميونخ، لعبوا في ناس كتير. انت برضو انت مش اقل منهم، لكن الطموح بتاعنا خلانا كنا بنلعب بمنتهى القوه، فالاستشفاء بتاعتنا قلت شويه، الاصابات بتاعتنا مش هترجع بسرعه، خاصه ان انت بتتكلم كل 3 ايام مباراه. فانت برضو غصب عنك، انت كمدرب او لاعب غصب عنك في اجهاد وفي اصابات وفي غيابات. لكن زي ما بقول لك، انت بتتكلم رابع عالم، اعظم انجاز عربي وافريقي في تاريخ كاس العالم. النهارده غير رابع كمان، انت بتتكلم ان انت بقيت ال11 على التصنيف العالمي للمنتخبات.
لا كلها فوائد، كلها فوائد. وانا شايف ان المنتخب المغربي اللي جاي بتاعه هيبقى احسن. هي يعني هو بس خط الدفاع عنده وبسبب الاصابات، لكن كل خطوطه الحمد لله كويسه، عندهم لعيبه اكتر من ممتازه. انا بقول مبروك للمنتخب العربي المغربي، مبروك لكل العرب، مبروك لقطر التنظيم الهائل، وان شاء الله بكره تبقى التتويجه بقى التورته ان احنا نتفرج على مباراه حلوه قوي. مبروك لمنتخب المغرب المركز الرابع، مبروك المركز الثالث لمنتخب كرواتيا. واوعى تنسى، اوعى تنسى تنزل تعمل لايك وشير وكومنت وتشترك في القناة واعمل كل حاجة، اعمل كل حاجة عشان تشوفنا تاني وتحليل مش هتشوف اي مكان تاني. لسه بطولة كاس العالم في مباراة النهائي بكرة، وبعد كده في معانا الدوريات العربية، وفي كمان الدوري المصري، وفي الدوري الانجليزي الشامبيونز ليج. كل اللي انت يعني بتسعى له وعايز تتفرج عليه في عالم الرياضة هتلاقيه معانا. انا محمد شعبان واشوفكم على خير.